السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إخواني متابعينا الأعزاء، مرحبا بكم مجددا معنا في قناتكم المتواضعة قناة توفيق أدراز. كما عودناكم دائما الجديد متابعينا الأعزاء. الشقة اليوم شقة جد رائعة وجد جذابة خطيرة صراحة. شقة من نوع الرفيع، فينيسيون ممتازة، اوت جام. متابعينا الأعزاء، الشقة اليوم سميناها أميرة الشقق، لا غين دي زابارتمون. وهاد لا غين دي زابارتمون أميرة الشقق فيها مساحة كتراوح ما بين 343 متر مربع. المساحة ديالها جد مهمة، يعني عبارة على فيلا أو شقة وهي عبارة على فيلا مصغرة. المساحة السكنية فيها 166 متر مربع، وفيها اون تيغاس اللي واصلة ل 157 متر مربع. كما كتشوفوا معايا اخواني اخواتي متابعين الاعزاء، هاد الشقه عندها هاد الصالون الكبير بهاد الواجهه دو فاساد، عنده اون اونطري لا تيراس وعنده ثلاثه ديال النوافذ كبارين من الحجم الكبير. كما كتشوفوا معايا لا فينيسيون ديال الشقه صراحه فينيسيون من طراز الرفيع اوت ستاندينغ، من حيث البلافون، من حيث الصباغه، من حيث الكليماتيزاسيون، يعني كل شيء فيها جد رائع. الارضيه ديال الصالون والكولوار اللي كيدوز على البيوت والحمامات والمطبخ ديال الرخام، ولكن بالنسبه للغرف بثلاثه بهم، حيتاش فيها ثلاثه الغرف صالون جوج حمامات والمطبخ. الغرف بثلاثه بهم الارضيه ديالهم باركي، البلافون مزيون، الصباغه مزيونه، وكاملين كيطلوا. كاين جوج الغرف كيطلوا على البحر، والغرفه الثالثه كتطلع على التيراسه. الصالون عنده دو فاساد، الغرفه ديال الاباء فيها دو فاساد، والغرفه الثالثه فيها فاساد وحده. كما كتلاحظوا معايا هذه الغرفه سويت بارونتال. انتم كتشوفوا المساحه ديالو يعني مهمه جدا بالنسبه يعني الماتيريال اللي كياخذ السويت، كتوفر المساحه ديالو. بالنسبه للاطلاله ديالو فكاينه على البحر وعلى لا تيراس، وكاينه على لا تيراس من الناحيه الاخرى. هذا البلاكار ديال الغرفه اخواني اخواتي كما كتلاحظوا، والحمام داخل الغرفه. عفوا، وقع واحد الغلط، كاينين ثلاثه د الحمامات في هذه الشقه هذه. كاين الحمام في السويت بارونتال، وكاين طواليت سيرفيس ما بين الغرف، وكاين الحمام الثالث جنب المطبخ كما غادي نشوفوا متابعينا الاعزاء. اذا متابعينا داخل ارض الوطن او خارج الارض الوطن، احتجتوا اي استفسار او اي معلومه، فالارقام ديالنا دائما كتظهر اسفل الفيديو. تواصلوا معنا، ما ترددوش. كنتوا اول مره كتشوفوا القناه ديالنا، ما فيها باش تشتركوا معنا في القناه، تفعلوا زر الجرس باش يوصلكم الجديد، وتفاعلوا معنا بشي لايك وتعليق ديالكم، دعمونا، لان انتم صراحه اللي كتخليونا اننا نقبوا لكم على هاد المنتوجات الجميله وهاد الشقق الجميله. كما شفتوا معايا الغرفه الثالثه دزنا منها، هذا الحمام الثالث كما شفتوا متابعينا الاعزاء، وكاينه جنبه كاين المطبخ بدوره، عنده مدخل الى التيراسه. صراحه الحمامات مجهزه كما ينبغي. بالنسبه لا فينيسيون اوكان كومونتير. غادي نوصلوا دابا متابعينا الاعزاء للمطبخ. كما كتشوفوا معايا فيه الزليج على شكل الرخام، مجهز يعني باحسن تجهيزات الام دي اف، وفيه بلاك فور، فيه لاهوت ديالو. متابعينا الاعزاء غادي نرجعوا للصالون وغادي نشوفوا معنا دابا لا تيراس اللي فيها 157 متر مربع. شفنا المساحه 166 متر مربع. هذه الاطلاله ديال الشقه متابعينا الاعزاء اطلاله رائعه على منظر ديال البحر من جهه البحر الابيض المتوسط. الحي جد راقي متابعينا الاعزاء. حي اللي كتواجد فيه هذه الشقه هذه صراحه حي جميل جديد، يعني يلاه كيتبنى كما كتشوفوا. اخواني اخواتي، المفاجاه ديال هذه الشقه هذه هو ان فيها مسبح جميل جدا في لاطيراس ديالها. هذا المسبح تابع للشقه فقط، خاص بالشقه متابعينا الاعزاء. هذا الشيء علاش سبق لي وشرط لكم وقلت لكم بان هذه الشقه ربما تكون واحد الفيلا مصغره وسط عماره سكنيه، يعني جات في الطابق الارضي على هذا الشيء. فيها هذه لاطيراس هذه كبيره كما كتلاحظوا معايا. هذه الواجهات، هذو الواجهات ديال الشقه، المسبح
كما سبق لنا وشرنا لكم. متابعينا الاعزاء، هاد لاطيراس يمكن لها تسقف مثلا بالخشب او مثلا بالزاج، ممكن تدور بواحد الزاج باش هي صراحه بالزاج غادي يكون منظر احسن وغادي يكون ستيل رائع جدا جدا. كما كتشوفوا غادي نهودوا لهذا السرداب متابعينا الاعزاء اللي بدوروا فيه حمام وفيه واحد ليسباس الا بغيتوا تستغلوه كصال دو سبور او مثلا دوش او فيستير بالنسبه لابيسين، او ممكن انك تستغلو كسكن ثانوي، مثلا دير جلسه بدورو عنده هاد النوافذ كيشوفوا للبحر. متابعينا الاعزاء، صراحه شقه جد جد رائعه. دائما كنطيحوا في واحد المشكل في الفيديوهات ديالنا مع المتابعين ديالنا، دائما ما كنذكروش السعر، الثمن ديال الشقه. ولكن دابا الفوق ان شاء الله غادي نحاولوا ما امكن اننا دائما نذكروا الاسعار الشقق ديالنا باش تكون الفكره واضحه وباينه كما شفتوا معنا. متابعينا الاعزاء، هاد الشقه هذه السعر ديالها للمتر مربع 17000 درهم. 17000 درهم يعني كنحسبوا المساحه اللي سكنيه زائد المساحه ديال لا تيراس مقسومه على جوج، عاد كنضربوها في 17000 درهم للمتر مربع. صراحه السعر ديالها شويه مرتفع بحكم ان المساحه كبيره، الموقع جد ممتاز، الفينيسيون اوت ستاندينغ، بزاف ديال الامور اللي خلات السعر ديالها انه يوصل لواحد الثمن ما يناهز على 400,000 درهم او 4 مليون درهم. اخواني اخواتي، كما كتشوفوا معايا هذا الكراج ديال الشقه عندها جوج ديال الاماكن في الباركينغ تيتري، هما هادو كما غادي نشير لكم. كاين هاد جوج ديال المواقف، ها هما، هذا المدخل ديالهم، جوج المواقف هما اللي على الشمال، ها هما، ها الاول ها الثاني هو هذا، وكاين هذا الباساج هذا كيبقى حتى هو ديال داك الباركينغ، يعني الا كانوا جوج ديال السيارات مركونه ممكن الثالثه تركن في داك الدخله. اذا متابعينا الاعزاء، الا كنتوا اول مره كتشوفوا القناه ديالنا ما فيها بس تشتركوا معنا في القناه، فعلوا زر الجرس باش يوصلكم الجديد، تفاعلوا معنا ودعمونا بلايك جميله ديالكم وخليو شي تعليق بناء. اخواني اخواتي، نتمنى من الله ان تنال الاعجاب ديالكم الشقه اليوم، نتمنى من الله اننا نكونوا ذكرنا جميع المعلومات. اي استفسار او اي تساؤل، الارقام ديالنا دائما كتواجد اسفل الفيديو، مرحبا بكم، ما ترددوش، تواصلوا معنا نجاوبكم على اي استفسار وعلى اي تساؤل. قربنا نساليو الفيديو ديال اليوم، نتمنى من الله انه يكون نال الاعجاب ديالكم، ومع السلامه في فيديو قادم ان شاء الله بحول الله. نجيب لكم شي جوهره جديده وشي شقه جديده، ما تخلاوش على القناه ديالكم. مرحبا بكم، الدعم ثم الدعم ثم الدعم. شكرا، مع السلامه، الى اللقاء.